بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. الله عز وجل عز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع الله عز وجل نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعلى الله رزقه، ومن مات فإلى الله منقلبه. وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين، على سيد ولد آدم، على حامل لواء الحمد يوم القيامة، على أول شافع ومشفع يوم القيامة، على أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، على أول من يجوز الصراط يوم القيامة، على أول من يفتح له وبه باب الجنة يوم القيامة، على رسولنا الكريم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى من سار على دربه وعمل بهديه واستنى بسنته وكان من حزبه وأتباعه المفلحين إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة، أيها الأعزاء، هذه خاطرة عنوانها القادم الجديد، أهديها لكل باحث عن الحق والحقيقة. أقول فيها: جلست ونفسي في الكون، في الإنسان، في الحياة، في مصطلحات ومفاهيم هذا العالم الغريب العجيب، بدأت أفكر. اختلط الواقع بالخيال. سألت نفسي: ترى ماذا سيجيب جنين لم يصل من سفره بعد إلى عالمنا؟ ماذا يمكن لهذا الجنين أن يحدث عن حياته قبل أن ترى عيناه نور الحياة؟ أدرت قرص الهاتف على الرقم المطلوب، اتصلت به، قلت له: حدثنا عن ظروف حياتك وكيف تعيش. قال لي: أنا أعيش في سعادة وهناء وسرور، رغم أني أعيش في حجرة صغيرة مظلمة اسمها الرحم. هنا في رحم أمي حبل سري يغذيني، سائل أميوني من الصدمات يقيني، عالمي بعيد عن النفاق والزيف والخداع والرياء وكل الشرور. وانتظرت أيام معدودة، أشهر محدودة، وتحط الطائرة في مطار الحياة. عند سلمها سألت القادم الجديد، وكان ما يزال يصرخ بحرارة، وحوله من يضحكون بحرارة: ماذا تقول الآن وقد أبصرت عيناك نور الحياة؟ قال لي: عالمكم مظلم رغم اتساعه، ولدت باكيا وسأعيش شاكيا، الحياة دموع، آهات، ثم موت. ليتني بقيت في رحم أمي إلى الأبد، ليتني لم آت إلى عالمكم، عالم النفاق والزيف والخداع والشرور. قلت له: إن هناك طريقا تستطيع بواسطته أن تغير كل مصطلحات حياتك. الدموع تحولها إلى شموع، الآهات إلى ابتسامات، حتى الموت إلى حياة. لقد ولدت وأنت تبكي، والناس من حولك يضحكون، حلوى يوزعون. باستطاعتك أن تموت وأنت تضحك، والناس من حولك يبكون. سرعان ما نطق: ما هو هذا الطريق؟ أرجوك أن تدلني عليه، كيف أستطيع أن أموت ضاحكا؟ قلت له: كن في حياتك الإنسان الذي يملك الإيمان. عش عبدا لله الواحد الأحد الرحمن، تعش بسعادة وبأمان. عندها يصبح موتك حياة، لأن بعد الموت حياة، وبعدها تلقى الله وتفوز برحمته بالجنة، حيث حياة بلا موت، شباب بلا هرم، ونعيم بلا بؤس، وصحة بلا سقم. وهذا هو الفوز العظيم. يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز، أن تسمع النداء من الله: سلام قولا من رب رحيم. أن تسمع ترحيب الملائكة على أبواب الجنة:
للمؤمنين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا هو الفوز، أن تعرف عظمة الله، أن تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف وحدانية الله، أن تعرف صفات جلاله وكماله. هذه الصفات لا توجد إلا في القرآن العظيم، لا توجد إلا في الإسلام العظيم. أما الكتب التي سبقت فقد غيرت وبدلت وألفت وحرفت وتناقضت إلى درجة أنها في بعض الأحيان بل في أكثر الأحيان تناطحت. لا تستطيع أن تأخذ عقيدة من كتاب كالكتاب المسمى مقدس في عهده القديم الذي يصف يهوى وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وناقل الكفر ليس بكافر، يصف الكتاب المسمى زورا مقدس في عهده القديم بأن الرب يتعب، وبأن الرب يندم، وبأن الرب ينسى، وبأن الرب يهزم في المصارعة. أما العهد الجديد فالحال أسوأ، فقد وصف الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بأنه خروف ب7 قرون عروه وركلوه وصفعوه وبصقوا عليه ومات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وعقولنا بنور المعرفة، وأدخلنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم اهدي كل الكفرة إلى الإسلام ليعيشوا سعادة الدنيا وسعادة القبر وسعادة الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.